من جديد معاكم وفقرة خاصة جدا، واعتقد ان مفيش امرأة في العالم ما بتهتمش بالفقرة اللي هنقدمها حاليا لانها فقرة العناية بالشعر. موضوع جديد تماما، موضوع حديث مؤخرا في العناية بالشعر. يعني يمكن هو خبير في هذا المجال ومتخصص فيه، يمكن الوحيد في مصر في هذا المجال. طبعا استاذ جلال عبد الحميد يوسف، اهلا بيك. والموضوع الجديد اللي بنتكلم فيه، ويمكن انا عايزه مشاهداتنا يفهموه الاول وبعدين هنوريكم تقرير عن الموضوع عشان لو حابين بعد كده تتواصلوا معانا بالتليفون، هو ازاله اي نوع من انواع الاكسده على الشعر. يعني احنا بس محتاجين الاول نعرف المشاهدات ايه التكنيك او ايه الاسلوب ده في الشعر. الاكسده عامه بتبقى طبقه زي الجير على الاسنان، بتبقى موجوده ما بتنزلش الا بطريقه، طبعا طريقه الطبيب او طريقه مختص على اساس هو يزيل الجير من الاسنان. يعني نشبهها بالجير اللي على الاسنان، نفس الاسلوب بالظبط، نفس الاسلوب بالظبط. ولازم طبعا يكون فيها حرص، ولازم يكون طبعا فيها خبره عاليه جدا على اساس ان احنا طبعا ما نقدرش نجرح الشعرايه. بتبقى طبقه من عوامل كتير، بالنسبه للجو، بالنسبه للرطوبه، بالنسبه للصبغات، استعمال زيوت كتير، استعمال طبعا المكاوي والكلام ده والتوفرات، بيبقى صعب جدا على الشعرايه. سنين طويله بنتعامل مع الشعر بنفس الاسلوب، وفي نفس الوقت احنا مش واخدين بالنا خالص. الشعر زي اي عضو من اعضاء الجسم بيتاثر، وتاثيره عالي جدا جدا. عشان خاطر ده هنقول ده كأنه فلتر بالنسبه للجو، بيتحمل كل ده. انا عايزه اقول لاستاذ جلال ان يمكن انا شخصيا ما كنتش يعني متخيله ايه الموضوع، الا ان انا عملت تجربه عمليه عليا، ويمكن انا واستاذ جلال كنا حريصين ان احنا نعمل تجربه علشان ابقى فاهمه وانا بتكلم اكتر ايه القصه، لان الموضوع كان بالنسبه لي عجيب شويه، ويمكن انا هيبقى فيه بس استغراب فيه في الاول، وبعد كده لما نشوف التقرير هنفهم اكتر. انك بتشيل طبقه اشبه ب، يعني اسمح لي اقول الصدى، او انا شفت يعني زي ما تكون صدى او اي حاجه زي تلوث او اي اصابه للشعر من الصبغه او الكريمات. يعني كل العوامل اللي بتبقى على مدار عمرنا كلها اللي بنعملها في شعرنا دي، حضرتك بتشيل الطبقه دي تماما. هي ترجع الشعريه زي ما ترجع تماما بعد كده زي ما كانت بيقولوا. بنتعامل معاها بحرص طبعا على اساس ان احنا ما نكررش الموضوع ده تاني. يعني هل نقدر نقول ان الشعر، لما احنا ساعات كده الستات تقول ايه، انا شعري اتغير جدا، انا كان شعري طبيعته جافه وبعدين بقى دهني، او مثلا واحده تقول انا شعري بيقعد يومين بالظبط وبعدين يحتاج يتغسل، انا كان شعري ممكن ما يبقاش محتاج يتغسل على طول. طبيعه الشعر نفسها بسبب الماده دي بتتغير؟ بسبب الماده ديت، على اساس ان هي طبعا هي مش فاهمه حاجه او مش عارفه حاجه. ساعات الشعرايه بتكون شكلها كويس، ساعات بتكون مش كويس، ساعات بتكون راكبه على فروه الدماغ اللي هي مش فاهمه حاجه. وفي نفس الوقت كمان ساعات بتبقى فرحانه جدا جدا بنوع شعرها بعد ما تيجي من الكوافير، بعد ما يجي يتغسل بتلاقيه ناشف جدا جدا، وفي نفس الوقت مهلك. تمام صح. هي مش عارفه ومش فاهمه حاجه الا لما هتشوف باذن الله النهارده. طب نشوف التقرير علشان نفهم اكتر ونتواصل اكتر ونعرف احنا بنتكلم في ايه بالظبط. تقرير خاص مع استاذ جلال، وهو في عمليه ازاله الاكسده، وانتوا هتتخضوا اللي بيطلع فعلا واحنا مش متخيلين قد ايه على قصه شعرنا. كل هذا التلوث وكل الحاجات اللي احنا عمالين نضر بيها شعرنا بتطلع من على الشعرايه بطريقه وتكنيك خاص جدا. شوف التقرير ونواصل معكم.